عندنا سؤال بيقول ايه الفرق بين الاستيراد الشخصي وبين المالك الاول؟ الاستيراد الشخصي ان انت بتشتري عربيه زيرو موديل السنه تدفع عليها الجمرك بناء على العربيه دي بقى كهرباء ولا بنزين، وهل لو هي بنزين جايه من اوروبا ولا جايه مش من اوروبا، والموتور بتاعها 1600 ولا لحد 2000 ولا اكتر من 2000 سي سي. وممكن كمان تجيبها من دوله خارج الدوله اللي انت مقيم فيها، يعني انت مقيم في الامارات تقدر تجيبها من السعوديه او من المانيا. الملك الاول بقى اساسه ان هو معمول للعربيات المستعمله، لكن انت لازم تجيب من الدوله اللي انت مقيم فيها اثبات ان العربيه دي انت اول مالك ليها من الزيرو في سنة الموديل بتاعها. ولازم كمان الباسبور بتاعك يكون عليه الختم بتاع الدخول للدولة اللي انت مقيم فيها في سنة الموديل بتاع العربية او قبلها، ما ينفعش بعدها. هديك مثال صغير، عربية كورولا موديل 2015 انت اول مالك ليها في السعودية، بس العربية دي انت اشتريتها في 2016 ودخلت السعودية في 2016، كده انت ما بقتش المالك الاول بتاع العربية. ليه؟ لان العربية موديل 2015 وانت سجلتها في البلد ودخلت البلد في 2016، انت كده ما بقتش المالك الاول حتى لو انت جايب العربيه زيرو من الوكاله في السعوديه. هتقول لي ليه؟ هقول لك ده قانون المالك الاول مش انا اللي عامله. الميزه بقى في عربيات المالك الاول ان هي بتتحسب بجمرك اقل بكتير جدا من الاستيراد الشخصي، وده لانه بيعمل لك خصم 5% على كل سنه انت بتستعمل فيها العربيه. وان شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون عباره عن شرح قيمه الجمرك اللي بتتحسب على العربيات المالك الاول. عايز رايك في الكلام اللي انا قلته ده، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تديني واحده لايك وابعته لصاحبك اللي عايز ينزل عربيته مالك اول من الدوله اللي هو مقيم فيها. ولو عندك سؤال اكتب لي في الكومنتات. سلام.